شفت حد داخل مكان كل العيون اترفعت ليه من غير ما يتكلم. حسيت ان عنده كاريزما وقوة شخصية، وسرحت وقلت نفسي ابقى زيه. عندي ليك خبرين، خبر حلو والتاني وحش. الخبر الوحش ان النسخة القوية منك دي موجودة فعلا، بس موجودة جواك، بس في سوفت وير قديم في دماغك مخبيها. الخبر الحلو ان السوفت وير ده بيتغير، وانا هنا هعلمك الكود اللي تكتبه في دماغك علشان تطلع نسختك الاقوى دي للنور. بس قبل ما نغير الكود لازم نفهم الجهاز اللي شغالين عليه. دماغك دي 3 مستويات. اول واحد العقل الواعي، ده انت دلوقتي بيخطط وبيفكر بالمنطق، ده 5% بس من قوتك، وبيبقى بطيء وبيتعب بسرعة. هو اللي بيقول هتكلم بثقة المرة الجاية. 2 عقلك الباطن، ده المدير الفعلي، 95% من دماغك، عليه كل معتقداتك وتصورك عن نفسك. هو اللي بيقرر هتتوتر ولا هتثبت، هو اللي بيقول اسكت احسن تتكسف، وينفذ فلسانك يتربط غصب عنك لانك خايف تتكسف. 3 العقل اللاواعي، ده قسم الاوتوماتيك، في قلبك ونفسك وعرقك لما تتوتر، ده انت ما بتتحكمش فيه مباشرة. طيب تعتقد مين اللي سايق مشاعرك وتصرفاتك مع الناس؟ الإجابة العقل الباطن طبعا. الدليل ايه؟ جرب تركز دلوقتي مع نبضات قلبك. حسيت انها اتلخبطت صح؟ ده لان انت دخلت العقل الواعي على شغل العقل الباطن. نفس اللخبطة بتحصل لما بتقابل حد مهم، وعيك يقول خليك واثق، بس العقل الباطن بيدي انذار بالخطر، فجسمك يتوتر غصب عنك فتسكت او تتهته في الكلام. مثال تاني، اول ما بنتعلم السواقة بتكون متنشن ومركز لانك بتسوق بعقلك الواعي، لكن بعد فترة لما بتكون بتسوق كتير والمهارة بتتخزن في عقلك الباطن، بتلاقي نفسك بتسوق وبتاكل وبتتكلم في الموبايل بكل سهولة وبدون مجهود. طيب اخطر وظيفة للعقل الباطن ان هو يثبت دايما ان انت صح. هو مش بيدور على الحقيقة، هو بيدور على دليل يثبت ان المعتقد اللي جواك اللي انت معتقده عن نفسك صح. لو معتقدك انا مش محبوب، عقلك الباطن يخليك تركز على صاحبك اللي مردش عليك، وتتجاهل ال10 اصحابك اللي واقفين في ظهرك على طول. يخليك تفسر اي تأخير في الرد على انه مش بيحبك. واحدة تانية، لو معتقدك انا لو كلمت بنت هترفض، هتترجم اي نظرة من بنت على انها نظرة قرف، مع انها ممكن تكون نظرة اعجاب. فعقلك الباطن مش بيحميك، هو بيأكد لك انك صح. لو معتقدك انك ضعيف، هيخليك تتصرف بضعف عشان يثبت لك انك ضعيف. العقل الباطن ده شغال بمعادلة ثابتة، اللي هي موقف بياخد الموقف يقيسه على المعتقد اللي متخزن في عقلك الباطن، فيطلع مشاعر، فانت تتصرف على اساس المشاعر دي تصرف يأكد المعتقد. يعني ايه؟ يعني مثال، صاحبتك عملت سين للمسج وما ردتش، معتقدك او فكرتك عن نفسك انا مش مهم كفاية، فبيخرج مشاعر خنقة وغضب، فالتصرف بتبعت مسج تمام براحتك ببرود، وممكن تخرب العلاقة، مع ان الحقيقة انها كانت بتعيط في الحمام. انت ما شفتش الواقع، انت شفت معتقدك، وعقلك الباطن خلاك تفسر التأخير في الرد على انه تجاهل، لانك لو مهم كانت ردت فورا. طيب بنغير الكود ده ازاي، او ازاي نقدر نتعلم اي مهارة؟ بنفس الطريقة اللي ريتشارد باندلر مؤسس البرمجة اللغوية العصبية غير بيها حياة أطفال. باندلر جاب مجموعة أطفال فاشلين تماما في الهجاء، السبيلنج، ما بيعرفوش يكتبوا الكلام يعني، كانوا بيكتبوا الكلمة غلط 10 مرات. وجاب مجموعة تانية أطفال عباقرة في الهجاء، بيبص للكلمة مرة واحدة فيكتبها صح. عمل إيه؟ ما سألهمش قال لهم أنت بتذاكر كام ساعة، هو سألهم سؤال واحد: انت بتتهجى الكلمة ازاي في دماغك؟ يعني ايه اللي بيحصل في دماغك؟ اكتشف ان الطفل الفاشل اول ما بيسمع الكلمة بيقعد يسمعها على انها صوت في دماغه، فبيتلخبط.
اما الطفل العبقري اول ما بيسمع الكلمه دماغه اوتوماتيك بتخليه يشوفها كصوره قدامه كانه شايفها مكتوبه على السبوره. باندلر اخذ استراتيجيه التفكير العبقري وعلمها للفاشل. قال للطفل الفاشل بطل تسمع الكلمه، غمض عينيك وشوفها مكتوبه. في اسبوع واحد الاطفال الفاشلين بقوا عباقره في الهجاء، السبيلنج يعني. هو ما نقلش ليهم ذكاء، هو نقل ليهم طريقه تفكير، سرق الكود الصح وحطه في دماغهم. وده اللي هنعمله هنا في القناه. هناخد كود التفكير بتاع الواثق، بتاع القوي، بتاع اللي ما بيجلدش ذاته، ونركبه في دماغك. هتفكر زيهم هتبقى زيهم. الموضوع سيستم مش سحر. قوة الشخصية مش موهبة، دي استراتيجية تفكير. الكود القديم اللي في عقلك الباطن بيتكسر ونحط مكانه كود جديد. سؤالي ليك، ايه المهارة او الجزء في شخصيتك لو طورناه مع بعض هتحس انك بقيت اقوى 10 مرات؟ اكتبولي دلوقتي في الكومنتات اكتر حاجة هتطلب، هعمل عنها الحلقة الجاية ونفك شفرتها سوا ونركب مكانها كود القوة.